مساء الفل عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحياتي ليكم جميعا أصدقائي الأعزاء. هتكلم عن نادي الزمالك المرة دي، عن نادي الزمالك، مش هنتكلم عن الأهلي في حاجة. على السريع عشان إيه ما نطولش على حضراتكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. مشلاك اللاعب الجديد اللي كان بيقول لك الحصان الرهوان، هاتوا يا عم وأيد يا عم ووقع يا عم، والدنيا اتقلبت. مشلاك تقريبا كده مخلص عليهم، خلاهم ما يعرفوش يأيدوا صفقة أجنبية، وهياخد فلوسه بالضعف. ليه؟ الراجل ما فيش فلوس، عايز يمشي وعايز يمشوه، يقول لهم هاتوا فلوسي بالمليم، وفوت عليهم القيد، والدنيا مش زي الفل بالنسبة لمشلاك. هو قاعد حاطط رجل على رجل، وفلوسه هياخدها وهيوقف القيد. لو ما خدش فلوسه هيوقف القيد، هيطلع على الفيفا على طول. أدا واحد مشلاك. نخلي زيزو في الآخر. نخش على الأسطورة الكابتن الكبير محمود عبد الرازق شيكابالا. بقول لك شيكابالا طالب من الزمالك ومن إدارة الزمالك 40 مليون في الموسم، وبيهددهم تهديد عنيف. شيكابالا بيهددهم 40 مليون جنيه وتوتو على كبوته، جندي ينطح جندي، والا قسما يمين عظيم هروح النادي الاهلي. بيهددهم. لا يا عم، لا الا دي بقى، الا دي يا عم. شيكابالا الله يرضى عليه، ده انت الاسطوره، ده انت النجم، ده انت وش الخير والسعد. عايز 40 مليون شيكابالا، اللي مرتضى منصور بيقول له انت بقالك 5 سنين ما جبتش غير جون او 2 ومسمينك اسطوره. ده مرتضى اللي بيقول له. ما هو مرتضى ما بيمسك حد بيسلخه. ادي شيكابالا عايز 40 مليون. ما هو كله شايف زيزو عايز 100 مليون، والتاني عايز مش عارف ايه، ومش لاكله مليون و800 الف تقريبا. ايه؟ وجاي تتكلم وجاي تطول لسانك وجاي تحفل وجاي. امال فين جبهة الانقاذ؟ هنخش على مين؟ على زيزو بقى. زيزو ميدو رئيس لجنة الإنقاذ السريعة للنادي الزمالك قال لي زيزو كده قال له طيب يا زيزو، احنا عشان خاطرنا وعشان خاطر الناس اللي بتحبك وجماهير النادي الزمالك المحبين والعاشقين والولهانين، يا عم خليهم 30 مليون، هعطيك 30 مليون في السنة، بس احنا ما عندناش اعلانات وعلى كده زي النادي الاهلي، فاعذرنا شويه، ان شاء الله هنبقى زي الفل وانت معانا وايدك في ايدينا. زيزو رد عليه قال له طيب خلاص ماشي انا موافق. عمل ايه زيزو؟ قال له طيب، وقام لابس الجوانتي بتاع حراسه المرمى وقال له خلاص انا هلعب لك حارس مرمى بال 30 مليون. والله الواد زيزو ده عليه افكار 10 على 10. بس يا عم الحاج 10 على 10. شفت دول 3 نماذج في النادي الاهلي، عشان ما فيش زنطور يطلع من البهاليل ويقعد يتكلم كاني وماني. ومش هتكلم عن الاهلي، انا بس بتكلم عن ايه، نوعيه من نماذج الزناطير او اللعيبه اللي في نادي الزمالك. ميتشيلاك، شيكابالا، زيزو. يلا ابعتها له لبليبو، يمكن ياخد باله ويخش وهو نصيبه، يمكن تجيبه. يلا سلام.